واخبار الانتقالات، ونحن نختلف عن الاخرون. احنا هنتكلم عن كل فرق الدوري الانجليزي، اخبار كل فرق الدوري الانجليزي حتى الفرق التعبانه، وهنتكلم طبعا عن الدوري الاسباني والدوري الايطالي، عشان برضو ايه، لقيت في ناس برضو عايزه تعرف اخبار الانتقالات لكل الفرق في العموم. فاظبطوا لي لايكات، سبسكرايب، شير لاصحابكم، ادعموني كده يا شباب عشان القناه ميته بقالها شهر. ويلا بينا نبدا. وهنبدا طبعا بالدوري الانجليزي، هنتكلم عن كل فرقه، وبعد كده هنتكلم عن كل فرق، عن الفرق المهمه اللي هي في الدوري الاسباني والايطالي وباريس والفرق دي، ايه الاخبار بتاعت الانتقالات بتاعتهم. فاظبطوا لي اللايكات ويلا بينا نبدا. وهنبدا بمين بقى؟ انا عايز ابدا مش بفرقه من التوب 6، انا عايز ابدا باستون فيلا. يعني في وقت ما الناس كلها كانت قاعده بتتابع الماتش بتاع فاينل الشامبيونز ليج سيتي وانتر، فجاه كده من اللا شيء تيليمانز اللي هو كان فرق كتير كبيره جدا كانوا عايزينه، فجاه مضى لاستون فيلا. صفقه سوبر سوبر بمعنى الكلمه لاستون فيلا، صفقه معلم بمعنى الكلمه. وبرده اتم التعاقد مع شامبرلين من ليفربول. انا عارف ان في ناس كتير بيتريقوا على شامبرلين، بس شامبرلين لو هو مش مصاب هيعمل شغل يعني لو اصاباته دي قلت ولا وقدر ان هو ياخد وقت مع استون فيلا هيعمل شغل عالي جدا معاهم. ماشي. الفرقه دي بصراحه عجباني الفكر بتاعهم في الانتقالات بتاعتهم، وبيفكروا في لعيبه كويسه جدا وهيعلوا الفرقه، وكانوا برضو داخلين على اسينسيو، بس للاسف هو فضل الفلوس وهيروح باريس سان جيرمان بنسبه كبيره. هو لسه مش رسمي 100%، بس هو يعتبر ان هو مضى لهم يعني. عايزين ندخل بقى على التوب 6، وعايز ابدا بيونايتد اللي هو ايه، خبر سعيد لكل مشجعين مانشستر يونايتد. جاسم بن حمد خلاص بنسبه 99% شبه خلاص بقى هو رئيس النادي، وبالاعلان الرسمي هيكون قريب جدا. يونايتد هتصرف جامد، هتصرف ويتبعزق بقى، عارف بعد ما يبقى هيبعزقوا جامد. بس اصلا يعني عموما حاليا الفرقه داخله على كام لاعب؟ داخلين على قلوب دفاع وعلى حارس مرمى بالذات، يعني دول اكتر حاجه داخلين عليها دلوقتي. داخلين على بيكفورد. هم كانوا داخلين برضو على كذا حارس تاني، بس هم مركزين على بيكفورد اكتر. وعايزين يجيبوا اللي هو ايه عشان يعمل منافسه بقى مع دخيه بقى، ايا كان بقى مين فيهم هيلعب على التاني. داخلين على ميسون ماونت، وماونت موافق جدا ان هو يجي يونايتد، والمواضيع شبه قربت انها يعني تتم. بس المشكله بس في ايه؟ في الفلوس. يعني هم عايزين 70، يونايتد عايزه تقلل الفلوس دي شويه. وداخلين على اتنين مدافعين، داخلين على كيم مين جاي، مدافع نابولي، مدافع ممتاز جدا، لو جاء يونايتد هيعمل شغل عالي قوي معاهم. ودي زازي، مش عارف ده هو ده نطقه يعني ولا ايه، ده المدافع بتاع موناكو، مدافع برضو كويس، بس طبعا كيم مين جاي افضل منه. فحاليا دي الصفقات اللي الفرقه داخله عليها. لسه هيدخلوا في هجوم، في كلام على هويلند، مش هالاند، هويلند، مهاجم اتلانتا، مهاجم كويس جدا برضه. وداخلين برضه ممكن في كلام على مواني، مع اني مش مقتنع بيه. فده الكلام حاليا على يونايتد. الصفقات اللي اقرب زي ما قلت لك ماونت وكيم من جاي، اقرب صفقتين ممكن يتموا في الفتره الجايه. ندخل على السيتي. والسيتي يعني في كلام بنسبه كبيره جدا، يا برناردو يا جوندوجان، واحد فيهم هيمشي. تقول لي انت رايك مين يا عبد الرحمن اللي هيمشي؟ انا حاسس انها مفاجاه، وان جوندوجان هيجدد وبرناردو سيلفا اللي هيمشي. انا حاسس ان جندوجان هيقعد، معرفش بقى. هو يعني ده خبر من عبد الرحمن كده، ده توقع شخصي. بس احس ان جندوجان هيقعد، وبرناردو سيلفا هيمشي، يا هيروح باريس يا هيروح السعوديه، هيعمل حاجه من الاتنين، وهيبقى قرار غبي جدا بصراحه. فعشان كده ايه، جوارديولا امن نفسه، وشبه تم التعاقد مع كوفازيتش، يعني الاعلان الرسمي قريب. الصفقه تقريبا شبه انتهت اساسا. وبرضه داخلين على جفارديول، مدافع ممتاز جدا طبعا، عشان برضه لابورت ماشي، فهيجيبوا مدافع بقى ايه ويلعب كمان على الاساسيين كلهم. هيجيبوه بفلوس كتير جدا طبعا، بس برضه صفقة يقدروا برضه ان هم يتمموها. يعني السيتي معاهم فلوس كتير جدا يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. ندخل بقى على مين؟ ندخل على تشيلسي. تشيلسي اخبار اللعيبه اللي هتمشي اكتر من اللعيبه اللي هتيجي. ليه؟ لان تشيلسي عزيزي المستمع عندهم قرب ال 45 لاعب في القايمه. لعيبه كانت في الاعاره رجعوا، لعيبه مش عارف ايه، فشبه 45 لاعب تقريبا. فهم قاعدين يفضوا الفرقه، عايزين يمشوا لوفتوس شيك واللي كانوا معارين زي فيليكس ومش عارف مين، فيليكس وزكريا، ولاعيبه كتيره جدا مشت، ولاعيبه هتمشي.
هم حاليا بيفضوا الفرقه، ونكونكو دي صفقه اصلا منتهيه من الموسم اللي فات اساسا، فده اول صفقه لتشيلسي في الموسم الجديد. نكونكو لاعب ممتاز جدا، بيلعب في كذا مكان في الملعب، مهاجم، جناح، في خط الوسط، صانع العاب، كل حته بيلعب فيها. وطبعا زي ما انتوا عارفين ماونت كده كده هيمشي، يعني ده برضو من ضمن اللعيبه اللي هتمشي. برضو بيفكروا في اونانا حارس المرمى، بس بجد هتبقى صفقه غبيه، لانهم ان هم يدوا له، يعني عايزين اونانا مقابل ان هم يدوهم فلوس ويدوهم مندي ويدوهم كوليبالي ويدوهم لوكاكو. لا ده كده اوفر، يعني في ايه اونانا؟ يعني مش مهما كان حارس كويس ايه، هو مش ليونيل ميسي عصره ولا كريستيانو رونالدو عصره يعني. برضه بيفكروا في حارس مرمى، عشان برضه كده كده بنسبة كبيرة زي ما قلت لكم ان مندي هيمشي، فهو بين اونانا وبين كلام اقل شوية هو ميليه حارس ليدز. بس ايه، هو بيتنك عليهم، بيقول لهم انا لو جيت هلعب اساسي، غير كده مش هاجي. برضه داخلين على لعيبة خط وسط زي كايسيدو، ما زالوا داخلين عليه، وهم اقرب فرقة ان هم يجيبوا كايسيدو مش ارسنال. وبرده فيجا لاعب سيلتا فيجو، لاعب خط وسط ممتاز جدا، وفي فرق كتير داخلين عليه. ندخل بقى على ارسنال. ايه ارسنال؟ ايه مش هيتحفونا باخبار صفقات ولا ايه؟ لا ارسنال برضو هيشتغلوا شغل كويس، وانا واثق برضو ان هم هيعملوا على الاقل صفقتين ثلاثه كويسين في الموسم ده. هم حاليا داخلين على ثلاثه، داخلين عشان عايزين يدعموا الباك اليمين، وعايزين يدعموا خط الوسط الدفاعي بتاعهم. فمبدئيا هم اكتر صفقة داخلين عليها دلوقتي. ولو سمعت اي خبر غير ده، انت يعني دي اخبار فيك، اخبار بس عشان صحافة. رايس، ديكلان رايس، حاليا ارسنال تقريبا ما بيتكلمش غيره، او مش مركزين مع غيره. يعني ايه الصفقتين التانيين ايه على اقل شويه، بس رايس هو اللي داخلين عليه بكل جديه. وداخلين اللي هو ايه، ممكن يدفعوا 80 مليون يعني عليه، مش هستغرب لو دفعوا مبلغ زي ده. وانا اعتقد ان هو بنسبه كبيره ممكن يجي ارسنال، اعتقد بنسبه كبيره، رغم ان هو ايه، قال انا باقي في ويست هام وبتاع والكلام الفارغ ده، بس اعتقد ممكن يروح ارسنال، مش هيروح بايرن ميونخ، حاسس ان هو هيروح ارسنال. عايزين يدعموا الباك اليمين زي ما قلت لك في اتنين، وانا شايف الافضل مين؟ الافضل كانسيلو. كانسيلو يمين ماشي، شمال ماشي، وبرضه بيلعب في خط الوسط، ولو بتلعب بتلاتة ورا هيظبطك جدا في الأربعة اللي في الوسط، سواء في اليمين أو في الشمال. الواد ده فوق الممتاز، صفقة حرفيا. كانسيلو ده متفصل على أرسنال بجد، من اللعيبة المتفصلة عليهم، وينفع جدا معاهم، وأنا واثق من نجاحه لو راح أرسنال. وممكن انها تتم، ممكن انها تتم، بس ان هم يعني يفكوا الكيس بقى، ما يقعدوش بقى شغل البخل والنتانه بقى، ولا وهاخده بحاجه ونص، ب 35 ونص، لا ب 36، يدفعوا الفلوس بتاع الكنسل ويخلصوا، ان كده كده السيتي مش عايزينه. وعاملين صفقه تانية لو كانسيلو ما نجحتش، كاستاني. كاستاني وهتكون صفقه رخيصه، صفقه كويسه. هي لاعب كويس، بس برضه مش زي كانسيلو، يعني بصراحه انا برضه مش شايفه ان هو ده اللي يبقى في ارسنال، فاهمني؟ هو لاعب كويس جدا، بس كانسيلو اكيد هو ده اللاعب بتاع ارسنال، اللي هو اللاعب كبروفايل ارسنال. نخلص فرق التوب 6 بتوتنهام، وبعديها هنتكلم عن نيوكاسل طبعا، عشان برضه نيوكاسل دي حتى هتسوي الهوايل. ندخل على توتنهام، واكتر خبر اسعد قلبي واسلج صدري هو رايا، ديفيد رايا بنسبه كبيره جدا هيروح توتنهام، واقرب فرقه انها تضمه هي توتنهام، وتقريبا الفرقه الوحيده اللي داخله عليه. 40 مليون ويخلصوا، وهم قاعدين بيستنتنوا دلوقتي عايزين فلوس اقل ومش عارف ايه، بس ان شاء الله ان شاء الله تتم. افضل صفقه توتنهام حرفيا، لو جابوا الرايا وجابوا اتنين مدافعين، والله فرقه توتنهام هتبقى في حته تانية، بجد انا واثق. بس لازم بجد المركز ده ايا كان هيكلف ايه، لازم تدفع فلوس. رايا يستحق، وهو احسن حارس في البريمير ليج في الموسم اللي خلاص، محدش يتكلم معايا، وهو افضل من لوريس ده بسنين ضوئيه، اساسا مفيش مقارنه. فرايا، وداخلين على ماديسون، بس غالبا بنسبه كبيره نيوكاسل اللي احنا هندخل عليه هو اللي هيتمم التعاقد مع ماديسون. وداخلين على اتنين مدافعين، ماجواير وكيلمان. ماجواير انا عارف الناس بتضحك وبتاع وكده، كوميكس وبتاع، بس انا معرفش يعني، حاسس لو توتنهام لعبت بالتلاتة ورا زي كل موسم ما بيلعبوها، ما اعرفش المدرب الجديد ده ايه نظامه، بس لو لعب بالتلاته ورا، ماجواير على فكره بيكون مفيد جدا فيها. لما بيلعب تلاته ورا ماجواير بيبقى حلو جدا فيها، يعني مش زي الاربعه، يعني بيعمل ضحك مع يونايتد، لكن لما بيلعب بتلاته
مع انجلترا بيبقى حاجة روعة الروعة بصراحة. وبرضه بيفكروا في كلمة مدافع ولفرهامبتون. نيوكاسل، ماديسون، داخلين على رافينيا كمان. يعني ماديسون قربوا ان هم اصلا يتموا التعاقد معاه. رافينيا برضو داخلين عليه. داخلين على كيم من جاي مع يونايتد. وبرضو داخلين على سبوسيلاي، وبرضو ده بنسبة كبيرة هتتم. يعني اقرب صفقتين دلوقتي لنيوكاسل هي ماديسون وسبوسيلاي. سبوسيلاي ده لاعب كويس جدا كويس جدا، وبيلعب في كذا مكان. ممكن تلاقيه في الجناح، ممكن تلاقيه لاعب خط وسط، ممكن تلاقيه صانع العاب، بتلاقيه دايس في كل حتة. لاعب فوق الممتاز، لاعب مفيد جدا هيكون لنيوكاسل. ندخل على كريستال بالاس، اتموا التعاقد مع جيفرسون ليرما، ده من بورنموث. ندخل على لوتون. بص عشان تعرفوا ان انا بص جايب لكم كل الفرق. لوتون اتموا التعاقد مع بيجوفيتش حارس المرمى اللي هو كان من ايفرتون. وبرده شبه هيتم التعاقد مع اندري ايو برده. لعيبه عواجيز اللي هو ماشي حالك لحد ما يشوفوا بقى هيعملوا. هم شكلهم اصلا ما بيحبوش الصرف يعني. ويست هام داخلين على سميثرو برضه من ارسنال، وبيفكروا لو هم هيدوم ديكلان رايس هياخدوا فلوس مع سميث رو بنسبه كبيره. ليفربول. وانا اسف ان انا اتاخرت في ان انا اتكلم عليهم متاخر. ليفربول، ماك اليستر تم التعاقد معاه، وصفقه سوبر بجد، صفقه سوبر بالنسبه لليفربول. وما زالوا داخلين على اتنين وهم كوني، لاعب اللي هو بيلعب في الدوري الالماني، لاعب خط وسط كويس جدا، خط وسط دفاعي حديد. والتاني تورام، ده اخو تورام اللي هو بيلعب في منتخب فرنسا، ده اخوه. ده برضو خط وسط بس من النوع اللي هو هجومي شويه، اللي هو زي البوكس تو بوكس، ده دي ام سي. لكن ده ايه؟ ده خط الوسط اللي هو البوكس تو بوكس. واحصائياته كويسه جدا كصناعه جوان وكده. لاعب حلو جدا. الاثنين دول برضو بنسبه كبيره ليفربول ممكن تتم التعاقد معاهم، هتبقى حرفيا صفقات جامده جدا ان ليفربول تجيب خط وسط جديد للفرقه اللي هي خط الوسط بتاعها مش في الدنيا اساسا. برايتون اتم التعاقد مع محمود داوود انا بحب اقول داوود. برضو اتم التعاقد مع ميلنر. يعني مش عارف انا بصراحه صفقه ميلنر دي انا مش فاهمها، بس يعني مش مشكله. ندخل على اخر 3 فرق. ايفرتون مش بيفكروا غير كابتن كاميرا واوا اللي ما بيجيبش اي جوان، ما اعرفش بيفكروا بيه على اساس ايه، بس هم عموما هم اتنين يلقوا على بعض، اتنين هيهبطوا مع بعض درجة تانية. ندخل على برينتفورد وخلاص. وزي ما قلت لكم ان رايا كده كده هيمشي، فهم اتموا التعاقد مع حارس المرمى مارك فليكن. ده حارس فرايبورج، حارس برضو كويس، هيسد برضو الفراغ بعد ما رايا مشى، وهيكون هو استراكوشا الحراس بتوع برينتفورد. واخر حاجه معايا هي بيرنلي، وبيفكروا في كارفالو لاعب ليفربول. ندخل بقى على الانتقالات بقى في الدوريات التانية. والاخبار بصراحه مش كتير، لان الفرق في الدوريات التانية مش سخنه زي الدوري الانجليزي. نبدا بريال مدريد. ريال مدريد سرحوا هازارد، سرحوا ماريانو دياز، مشوا اسينسيو، مشوا بنزيما، وقاعدين لسه عايزين يمشوا لعيبه تانية. وقال لك لا مانع من ان انا ابيع ده وده 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 وده. في لعيبه كتير لسه هتمشي في السكه. شبه اتم التعاقد مع خوسيلو. يعني حاجه قمه الضحك. يعني هم مشوا بنزيما عشان كبير عشان يجيبوا خوسيلو. ورجعوا جارسيا من الاعاره اللي هو الباك الشمال، لاعب كويس جدا، بس قاعدين كل يوم ينزلوا. كل يوم ايه ده؟ في نفس اليوم نزلوا 5 6 بوستات على جارسيا كاننا جبنا ليونيل ميسي يعني ولا كريستيانو رونالدو. حاجه اوفر جدا. ما هو حرفيا من كتر ما الفرقه مش هيعمل صفقات عدله، هو حرفيا قاعد بيذلك بلاعب ناشئ اصلا عندك راجع لك. وابراهيم دياز راجع، وده اصلا كان لاعب اخره ميلان بصراحه. انا بشجع ميلان وريال مدريد، وحرفيا ما كنتش طايقه في ميلان، فاللي هو جاي ريال مدريد بيعمل ايه معرفش. ويعني بنسبه كبيره هيتم التعاقد مع بيلينجهام، وهي لسه الصفقه مش رسميه يعني. غير كده ريال مدريد ولا الهوا مفيش اي اخبار عن مهاجمين عدلين غير خوسيلو ده. في كلام ساعات حصل على رودريجو، في كلام على مارتينيز. اتمنى ان على الاقل مارتينيز نجيب مارتينيز بتاع انتر ميلان. غير كده السوق نايم، وشكل الفرقه هتعمل موسم يقرف يعني بجد والله. اتلتيكو مدريد اتم التعاقد مع سيونكو مدافع ليستر. وبرضه داخلين على مزراوي الباك بتاع بايرن ميونخ، وممكن تحصل لانه حرفيا الجماهير هناك مريضه نفسيا بالحاجات المقرفه بتاعتهم دي، واللي هو انتوا عارفين اعلام قوس قزح والحاجات دي. وبرضه داخلين على اوريبي، ده لاعب بورتو. ندخل على برشلونة، ودي اخر حاجة معانا في اسبانيا. داخلين على فريمبونج
الباك اليمين بتاع ليفركوزن، وداخلين على جوندوجان وانا ما اعتقدش انها تتم، داخلين على زوبي ميندي، وداخلين على برناردو سيلفا. برناردو سيلفا زي ما قلت لكم بنسبه كبيره هيروح يا باريس يا السعوديه. جوندوجان بنسبه كبيره هيجدد. فبنسبه كبيره اللي هيتمموه من من الاربع اسماء اللي قلتهم هو زوبي ميندي، ده اللاعب اللي بنسبه كبيره هيروح برشلونه. ندخل بقى على اخر حاجه معانا، وقبل ما نروح ايطاليا عايز اقول حاجه اخيره بس في اسبانيا. مبابي مش هيروح ريال مدريد، ده عباره عن رمران فلوس، ده بيجري وراه الفلوس، فاوعى تستنوا ان هو يروح ريال مدريد، ده اخره يروح السعوديه، يروح امريكا، او هيقعد في باريس، وبنسبه كبيره هيقعد في باريس لقرب ال 30 كده، وبعد كده هيروح على السعوديه. ندخل بقى على ايطاليا، واخر حاجه اخر كام فرقه معانا، وهنبدا بروما اللي داخله السوق مولعه نار. جابوا خلاص يعني اتموا التعاقد مع حسام عوار، صفقه سوبر بالنسبه لهم. وبرضو اتموا التعاقد مع انديكا مدافع ممتاز جدا. يعني كده اتموا التعاقدين، مش لسه بيكلموهم، ولسه بيدخلوا، لسه بيتكلموا دلوقتي برضو مع ساكا ماكا مهاجم ويست هام. فدي الصفقات بالنسبه لروما، اتموا اتنين، فدي حاجه كويسه جدا ان هم داخلين سخنين قوي يعني. ميلان شبه اتموا التعاقد مع سبورتييلو حارس اتلانتا عشان يكون حارس احتياطي المنيون. وبرضه دخلوا على لعيبه كتير معظمها فري، بس برضه ايه لسه الكلام بعد شويه بعد ما مالديني مشى. لوفتس شيك، كمادا هو الاقرب المفروض لميلان. برضه داخلين على مهدي تاريمي المهاجم بتاع بورتو، داخلين على بوليسيتش، داخلين على سافيتش، وداخلين على فرونتينو لاعب بنفيكا، ده خط الوسط بتاع بنفيكا. واخر حاجه معانا نابولي داخلين على بيراردي، وداخلين على بوليسيتش، وداخلين على كولو مواني. انا ما اتكلمتش ليه عن يوفنتوس وانتر ميلان وكده، هم بنسبه كبيره هيفضوا الفرقه، بنسبه كبيره هيبيعوا لعيبه كتير قوي من فرقتهم، فلما هيجوا بقى لعيبه تمشي منهم فهنتكلم عليهم ان شاء الله. هتبقى حلقه اسبوعيه، او ممكن كمان نعمل حلقتين في الاسبوع، بس اثبتوا لي لايكات، سبسكرايب، شير لاصحابكم، وشجعوني كده يا شباب عشان استمر معاكم. اشوفكم على خير.